كابتن خالد صلاح، هجمه شرسه على نادي كفر الشيخ وظلم تحكيمي بنتعرض له للفريق الاول دايما في كل ماتشاتنا. هو الغريبة ان لا تعليق، يعني احنا شايفين هل انا من خلالك بنشر الكابتن عصام عبد الفتاح الاخ العزيز الكابتن عصام عبد الفتاح، ليه؟ يعني احنا كلنا تفائلنا خير ان لا يتولى الاشراف على لجنه الحكام حكم من افضل الحكام اللي جت في تاريخ مصر، ومن خلال موقعه كعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، يعني لديه كافه الصلاحيات ان هو يعني يغير منظومه التحكيم كلها في مصر. بدأ بمجهود يشكر عليه ومجموعة كبيرة من الحكام الصاعدين ولكن كابتن عصام نرجوك نرجوك الدقة في اختيار الحكام تبعا لحساسية المباريات. نرجوك الدقة في اختيار الحكام طبعا لحساسية المباريات. انا فرقة بتنافس، فرقة بتحتل المركز الاول، ما ينفعش مع احترامي الكامل لكل حكام مصر ان انا الاقي حكم ضعيف. ما ينفعش ان انا انزل حكم يعني من يقال ان هو من غير، طبعا كلكم عارفين والواقع موجود على كل مواقع الانترنت، واقع الكابتن فهيم. كنا بنغطي في لقاء دمنهور وكابتن فهيم عمر وعدنا اللقطه اكتر من مره في الاستوديو، لا تمت من جميع الجوانب ومن كل الزوايا ومن كل المحللين الفنيين والحكام بالكوره، ليس لها علاقه بضربه جزاء نهائي. كابتن فهيم صفر صفاره كانت محل استغراب اعضاء مجلس اداره نادي دمنهور قبل نادي كفر الشيخ، وبعد كده حضرتك يعني نفاجئ لعيب بيبلع لسانه. انا كحكم يهمني او دوري في المقام الاول محافظه على سلامه جميع اللاعبين المشاركين في المباراه. اخد من كلامك يا كابتن كحضرتك كمراقب للمباريات، يعني احنا بدانا اللقاء بدون عربيه اسعاف، يعني كان المفترض ايه؟ خطا جسيم. وكابتن فهيم ازاي حكم في مكانته ازاي يرتكب هذا الخطا؟ مباراه لعيب يبلع لسانه ويتعرض للموت وتتوقف المباراة 20 دقيقة لإسعافه ويدخل سيارة رئيس نادي للتراك، وده كله موجود ومصور ويمكن حضرتك زعتوه عشان يتم إسعاف اللاعب. والكابتن فهيم في وادي تاني، يعني فهيم عمر في وادي تاني. طب ما هنقول ايه؟ يعني نرجع لكلام ملوش لازمه، نقول ما فهيم عمر ما حافظش على سلامة جمهور الأهلي والمجزرة تمت وهو شايف أجواء المباراة كلها وقف وتسبب في وفاة 72 شخص. ما هو ده كان فهيم عمر. حال الرياضه انتهى. ما هو اتسبب في دمار للرياضه في مصر على مدار 3 سنوات، والنهارده بيراجع بيحكم ونفس الاخطاء، لعيب بيموت ونتيجه لعدم اهتمامه مفيش سياره اسعاف في الملعب. دي مصيبه. يعني انا دوري الاساسي كحكم محافظه على امن وسلامه جميع المشاركين في المباراه. دي مشكله. كابتن عصام نرجوك الدقه في اختيار الحكام طبعا لحساسيه المباريات. ما ينفعش حضرتك بتدفع بحكام صاعدين وحكام كويسين، لكن في مباريات بتبقى بلغه الكره تقيله عليهم. جرب حضرتك الحكام الصغيرين والصاعدين في مباريات سهله، في مباريات بتبقى بلغه مريحه يا كابتن، جربهم فيها. لكن ما تجيش فرقتين بينافسوا فرقتين على اول وثاني مجموعه وحط حكم اقل من مستوى المباراه. نبعد عن الحكام كابتن خالد ونروح للاجواء بقى في مطروح والحمام والضبعه، الجو الارهابي اللي احنا بنعيشه هناك من اول ما بننزل ارض الملعب. هو يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، مطروح، الحمام، يمكن اسوان، الوادي الجديد، دي كلها اماكن من مصر، دي اجزاء من مصر. مش هينفع ان احنا نبقى في وادي وهم في وادي، او هينفع نعمل دوري من غير مطروح ومن غير الحمام ومن غير الضبع. ولكن المراقبه بس، يعني احنا عايزين التشديد في مراقبه المباريات في الملاعب دي، والجمهور في التراك جوه. يعني ما هو ده اللي بنقوله، دي فرق ودي اماكن في داخل مصر، دي مصر، يعني دي مش من دوله ثانيه. ولكن طالما ما في جو ارهاب، في جو لا يصلح لاقامه نشاط رياضي، يبقى انا الغي المباريات او ما العبش مباراه. انا العب المباراه في فرقه بتلعب تحت جو ارهاب وضغط، دي مش رياضه. ولكن ما نقدرش نفصلهم عن الدوري المصري. مش هنقول يلعبوا في مجموعه واحده، دي فرق من مصر او دي انديه مصريه تابعه للاتحاد المصري، ولكن لازم يكون في مراقبين اقوياء. يا كابتن عصام، يا كابتن خالد رئيس لجنه مسابقات القسم الثاني،
لو سمحتوا عايزين مراقبين على قدر المسؤوليه في المباريات اللي في على الاقل في الاماكن اللي محدش بيعرف يوصل لها. كابتن في جميع لقاءاتنا واحنا بنغطي جميع الملاعب بها جمهور الا امن كفر الشيخ بيمنع دخول جمهور نادي كفر الشيخ. لا عشان احنا ملتزمين. يعني احنا الحاجه الغريبه انا اقول لحضرتك في اخر مباراه لنادي كفر الشيخ على ملعبه احنا الخلاف كان مع الامن عشان منع اعضاء مجلس اداره نادي كفر الشيخ. انا عضو مجلس اداره مش شايل الكارنيه بتاعه يقول له لا ما انتش داخل. طب يا باشا انا عندي معاه جواب من النادي باسامي اعضاء مجلس الاداره واللائحه بتنص على ان من حقهم 13 فرد للنادي في المباريات اللي بدون جمهور رافض. وبنفاجئ في المباريات الخارجيه الملاعب محاطه بالكامل من جميع الجوانب بجماهير وبتقام المباريات والمراقب يقول لك على مسؤوليتي والحكم يقول لك على مسؤوليتي. لكن هو ده هتفضل كفر الشيخ لامتى؟ هل علشان احنا يعني ما بنغلطش؟ علشان احنا ما صوتنا مش عالي؟ لا احنا صوتنا عالي وصوتنا وممكن نعترض وممكن ووسائل الاعلام يعني الدنيا مفتوحه كلها على بعضها دلوقتي. ما فيش اسهل من ان احنا نقطع ونهاجم زي كل الناس. اللي دلوقتي اللي بيقطع في اللجنه اللي بيقطع في الحكام اللي بيشتم هو اللي بياخد حقه. سهل قوي سهل قوي ان احنا نعمل كده. ما فيش اكتر من الاقلام اللي هي مستنيه انها تقطع في حكام وتقطع في لجنه مسابقات. ليه؟ احنا عايزين النشاط ينجح عشان عايزين الدوري يمشي، الدوري يستمر، مش عايزين كل واحد يقف ويقول انا، لا عايزين كمنظومه كلنا، منظومه كلها تنجح. احنا البلد مش ناقصه بقى، البلد مش ناقصه تقطيع، مش ناقصه اضرابات، مش ناقصه، لا احنا كلنا بنساهم في عمل. ده النشاط الرياضي ده منظومه زي ما قلنا بيعمل فيها 5 مليون فرد في مصر. عايزينها تمشي، دي بيوت مفتوحه، لكن كل واحد هيقف ويقول انا مصلحتي الاول، لا لا ما ينفعش.